الدولة الإسلامية في العراق والشام، فإن من أفرض الفروض وأوجب الواجبات نصرة لنواة الخلافة الراشدة أن تصبح جميع سفارات أمريكا أهداف مشروعة، أن تصبح جميع مصالح أمريكا أهداف مشروعة. ساهم في حماية دولة الخلافة، ساهم في حماية نواة دولة الخلافة، وأن نمضي إلى الأمام، وأن ننصر دولة الإسلام، وأن نستعد لأن نكون جزءا من العمليات مش من التصفية والتشجيع. كثروا الناس في المساجد، كفروا الناس، يعملوا تفجيرات، سيارات مفخخة، عمليات انتحارية. هم دول الخوارج، دول الخوارجاتهم، هم دول ذاتهم. شافع ساكن جنبنا في الدروشاب، عمره 17-18 سنة، اسمه أبو مين كده ما عارف، لصقوا له أبو مين الحاجات اللي بلصقوها بتاعتهم دي. وطفش مشى ليبيا الأسبوع اللي فات، مشى ليبيا، طلع مع ناس داعش، ركبوا عربية مليانة متفجرات، فجر قتل مجموعة من المسلمين، قالوا ومات شهيدا في سبيل الله. شهيد كيف يقتل ناس مسلمين أبرياء؟ ده زول جاهل وزول مجرم ومات على معصية الله، خلاص مجرم ومات منتحرا، بعد ذاك يدخل نار يدخل جنة، ده أمره إلى الله. لكن الحكم العام أن من كان هذا فعله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه في نار جهنم يوم القيامة. ده دين الله كده. مرق مع ناس داعش، والآن بالمناسبة مسألة داعش دي بقت مسألة خطيرة جدا بالذات عندنا في السودان، والناس ما حاسين بها. خشيت سوق الشجرة ده اشتري عطر من بوتيك ولا سموه بتاع العطارة ده، لقيت العطارة دي دخانة قايم فوق، شباب فريقين والله العظيم جدا. انا استغربت قلت بشنو؟ ديل بكوركو وديل بكوركو، نصهم تبع داعش. انا ما كنت اتخيل انه في ناس يعني من داعش الحقيقة كده كتار زي ده، نصهم تبع داعش، قالوا امير المؤمنين والبغدادي، والنص الثاني ضد. وقفت مسافة بعاين قلت اشوف ذاته الحاوي شنو. ديل بيقولوا داعش تابعين له واحد اسمه محمد علي جزولي، ومحمد علي جزولي ده عنده راي في الاسلام ذاته، انا ما اعرفه ده رجال على شنو، ده تابع للترابي، عنده راي في القران بالسنه وبينظر براو كده، عذاب قبر ما في، عيسى ما نازل و هسه عمل فيها داعش والخلافه الاسلاميه. يا اسلام ده، يا اسلام ده دينه ذاته داير من جديد مراجعه من اول لحد اخر. لكن شباب مخدوعين، واغلب اتباعه ناس عندهم لحى بالمناسبه مقصرين اغلبهم. وهو زول ترابي، زول مبتدع شر البدعه، فجمع بين بدعه الاعتزال تحت الترابي وبين بدعه الخوارج بتاع داعش. سجن ورمات تصوا ما نافع شت مره واحده الا يتوب خلاص. بعد ده شباب متابعينه قال بيعرض خطبه الجمعه بالبروجيكتور. في ناس طبعا يعني وهمات، لما يكون في بروجيكتور ناس يحضروا، والله يا سلام الجزوري ده عالم، لا البروجيكتور يتوب ان شاء الله بتفوت يعني، وديت خطبه زي بالبروجيكتور، وهذا شيء لا مسخره. هذا المثال يا زول دي حاله الطقس دي ما خطبه ولا حاجه خلاص. شباب كتار متابعينه، تابعين بسبب الزول ده تابعوا داعش، وبسبب عبد الحي وغيره 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 مرقوا طبشوا لداعش. وشباب من مامون حميده بنات شردوا من اهلهم، بنات بيقروا في الجامعات المرتعه دي، طفشوا مشوا. هسه بيجوز المراه تمشي بدون محرم تسافر كده، يخلي الموضوع الثاني بيجوز. يا اخي العلماء قالوا الحج ركن من اركان الاسلام، المراه اذا ما بقت محرم فوجوب الحج مع انه ركن ساقط عليها، ساقط. حتى لو عندها مليارات تستطيع الحج، ما عندها زول محرم تسوق وما لقت محرم يكون بالغ، عرفتها؟ ما عندها ما عليها حج، الله بيعفيها خلاص. لو ما لقت محرم لما تموت، دول طافشين ماشيين عصابه، ما هي ما دوله، داعش ما دوله، سموها الدوله لكن هي ما دوله، عصابه من الشماشه والشفاته والخوارج والمبتدعه والمرتزقه، قالوا نحن مجاهدين في سبيل الله. والغريب ان المسلمين بيخضعوا باي زول يقولوا واسلاما، الناس بيخضعوا. واي زول يرفع شعار حب النبي زي اذاعه الكوثر مثلا، الناس بيخضعوا. فالناس يخدعون بالشعارات للاسف الشديد.
فلذلك نجح اليهود وأعوان اليهود وأعداء رب العالمين في رفع الشعارات فخدعوا معظم المسلمين. الناس انتبهوا يا أخي. وده كلام البربهاري هنا، كلام الجاي. شوف قال شنو؟ قال فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة. وده زمن البربهاري. العلماء قالوا للبربهاري ربما عاصر الإمام أحمد، قالوا لأنه هو من تلاميذ الإمام أحمد. قال فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي أو أحد من العلماء، فإن أصبت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تختر عليه شيئا فتسقط في النار. يبقى الشغله ما اي زول قال لك انا صاحب الاسلام تجري وراه طوالي، انت لبتين تجري ورا الناس ذات، قال لك حتى تجد فيه شنو؟ اثرا. عشان كده قلت لك كلام البربهاري بالذات الجمله اللي بنشرح فيها دي من اهم الكلام في هذا الكتاب، لانه ده سبب ضلال الناس يا جماعه. اي زول يقول واسلامه الناس يتخدعوا. الترابي ده لما قال واسلامه الناس جر وراه، طلع ما عنده دين كت مره واحده خالص، ليس له من الإسلام لا رسمه ولا اسمه ولا فصله ولا عقيدته ولا شريعته خلاص. لكن لما رفع الشعار قال أنا شنو؟ أنا بتاع إسلام. الناس تابعوه جروا وراه، فالناس تتقي الله وتريس. يا أخي زول لو دار يشتري مركوب من السوق بتلف 70 دكان لحد ما تلقى المركوب جنينه وفاشر ونياله وتفتش، صح ولا ما صح؟ دين الله ده الناس تركب ساكت، تركب ساكت. شيخ اللمين ده عشان اوريك دليل على انه الناس بتركب ساكت الا من رحم الله، زول ما عنده علاقه بالدين اصلا يحنن النسوان في رجلين، والله المرأة ترفع كرايه يحننها يرسم لها. هسه ده دول عنده اخلاق ولا دين ولا عنده علاقه مع دين النبي صلى الله عليه وسلم؟ عنده علاقه؟ برضه الناس متابعينه لانه قال انا بحب الرسول. الفنان المات ذاك سمك حوت الميمات كان يقول مين يحب النبي، يمدح نفسه انه بيحب النبي. الناس قالوا زول ده ما شاء الله. حتى الصايم ديما في جريده عاملين معاه لغاء قال اشهد للحوت انه يحب الرسول، قال لانه قال لي ذات مره اني لا اختم حفله من الحفلات الا بالصلاه على الرسول، قال فاشهد له انه يحب الرسول. الجريده موجوده عندي الان في البيت. ده الصايم ديما، الصايم ديما عنده علاقه ولا ذاك حوت عنده علاقه؟ يا ناس افهموا الحاصل. الزول ما يجري ساكت.